السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. وغنبداو بكلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورجعت معكم في فيديو جديد. الغزالات ديالي سمحوا لي بزاف كنطول عليكم. الصراحه البنات راني كنقول لكم الا كانت عندي شي ظروف اللي كتخليني نغبر عليكم وصافي. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. المهم بديت معكم الروتين ديالي. لقيتوني لابسه جلابتي البنات، راني غادي نخرج وكنوريكم جليليبه هديه ديال العيد اللي خيط ليا راجلي. قولوا لي البنات كي جاتكم الجلابه واش جات معايا ولا لا. كنوريكم حتى الصاك البنات اللي درت معاها في البلو مارين، والصبيبيط اللي خديت حتى هو في البلو مارين. راكم عارفين البنات، قالوا لي شي اخوات كندرتي معاها هاد الجلابه هذه كدرتي معاها شي لون يعني اللي مفتوح، ولكن الصراحه البنات راه جا حتى هاد اللوين هذا راه جا زويون معاها الصراحه، يعني عجباتني انا حتى بالبلو مارين راه عجباتني. وحتى تعطيوني الاراء ديالكم الغزالات ديالي، لان ربما يعني يبان لي نبدل من البلو مارين، يعني ما نبقاش ندير معاها البلو مارين، ندير شي لوين اخر. واخا زعما كما قلت لكم راه هي حيت عندها الخياطه في البلو مارين، داكشي علاش خديت ليها الشال في البلو مارين. والصاك اصلا اللي كنت شاركت معكم جابوا راجلي في الباك، يعني داك الباك اللي كان خدا ليا جا معاه هاد الصاك هذا في البلو مارين. المهم الغزالات ديالي هنايا بديت معكم هذا الروتين هذا من الخريجه. خرجنا غفران هاد العشيه. الصراحه عطيتها للخروج البنات هاد الايام، ولكن البنات شنو نقول لكم، غفران ما كتخلينيش كاع نجلس في الدار. راني دايره لها خاطره غير هاد الايام هادي وصافي، لان كما كنقول لكم دائما البنات خصكم بيتوتيه وعزيزه عليها الدار. كيعجبني نجلس في الدار، ما عزيزش عليا بزاف قوه الخروج بزاف. ودابا اصلا كنت غادي نخرج على حسب الغرض ديالي، يعني غادي نتقضى التقضيه ديال الشهر، ومنين كاين راجلي هاد العشيه ما خدامش هاد العشيه خرجنا غفران وباش نجيب معايا حتى التقضيه. وهنا الغزالات ديالي دزنا لواحد المطعم باش غادي ناكلوا الحوت. تشهينا الصراحه الحوت هاد النهار، تشهات راجلي الحوت هاد النهار. درت اللوبيا في الغدا ومشى قلب على الحوت في المارشي ديال الحوت، ما لقاش باقي يعني الحوت قليل هاد الايام هادي بزاف، على حسب مازال ما كاينش بزاف. المهم ما لقاش الحوت، منين جا كلينا غير اللوبيا في الغدا. كلينا اللوبيا مع الفلفله مقليه. الصراحه الغديوه زويونه، واخا الصراحه بلا حوت ولكن زويونه. منين خرجنا دابا ودزنا حدا واحد المطعم كيدير الحوت صافي. جلسنا ناكلوا الحوت وعاد غادي نمشيو للغزالات ديالي باش غادي نتقضى التقضيه ديال الشهر كما قلت لكم. المهم خرجنا غفران هاد العشيه، فوجات شويه وصافي، يعني بدلات الجو وحيدات القنط وصافي. داك القنط ديال الدار مع مسكينه بوحديتها وما كتلقى معاه من تلعب. وراكم عارفين البنات انا يعني ما كنخليش بنتي تخرج يعني للزنقه، ولا واخا يعني كيجيو الوليدات هكا الجيران كيقولوا لي خليها غير تبقى معنا هنايا غير في الباب، ولا ما كنقدرش البنات، ما نقدرش نخلي بنتي، يعني بنتي كتبقى على عينيا. نخرجها بحال هكا مثلا، نخرجها لهذا الجرده اولا نخرجها يعني في يدي ونولي نرجعها في يدي هكا حسن. وهنا البنات من بعد ما رجعت للدار المهم جبت معايا التقضيه اللي قلت لكم، يعني جبت غير اللي محتاجاه، اللي اساسي اللي خاصني يعني ديال الشهر وصافي. اما اللي مازالين عندي يعني ما كنجيبش منهم. المهم هنايا جبت البنات 5 كيلو ديال الدقيق هذا ديال الصابه ديال الحلويات، خاص بالحلويات الصراحه زوين. هذا هو اللي كناخذ البنات انا، وهو اللي كنستعمل يعني في المعجنات ديالي وفي اي حاجه يعني اللي كندير في داري. يعني هذا هو اللي كنستعمل، يا اما كندير هذا الصابه او التريه، واحد فيهم كيصدقوا الصراحه زوينين. المهم خديت جافيل، خديت 2 لتر ديال جافيل باش هكا يدي ليا بزاف، ويبقى عندي جافيل ديما كيتسالى ليا. كنغسل بها البنات الماعن بزاف، انا مبليه بالتيدو جافيل، كنسيق به، كنغسل به هذا الماعن. يعني ما كان النهار ديالي ما كيدوش بلا ما نشم ريحه جافيل، ديما خاصني جافيل. وخديت حتى الشطابه والكراطه، حتى هما خاصيني، لان الكراطه تهرسات ليا والشطابه صافي ولاو فيها غير واحد الشعيرات غير قليولين، ما بقاش فيها يعني بزاف قوه. ما كان نسيق بها بزاف، كنحك بها الارض وكنسيق بها صافي. الغزالات ديالي هادشي اللي كاين. وخديت هاد دوسي هذا ديال الغساله ديال الماعن، وخديت بابي جينيك، وداك الكاريت ديال اليدين داك البابي كويسون. وخديت الالومنيوم حتى هو خاصني، الالومنيوم كندير به هكا شي حاجه شي حاجه في الفران، يعني الا بغيت ندير دجاج في الفران ولا ندير المهم شي حويجه اللي كتحتاج فيها الالومنيوم ضروري كيخصني يكون عندي في الدار. ملي كيتسالى هاد الحويجات هادو ضروري كنشريهم البنات، كيبقاو ليا في الدار ملي كنحتاجهم كنلقاهم. هنايا خديت هاد
هاد الاوراق ديال الفران حتى هما البنات كنحتاجوهم بزاف، واخا يعني ما غاديش نستعملهم دابا، كيبقاو ليا ملي كنديرهم في داك المجر ديال التقديه، كيبقاو ليا ملي كنحتاجهم ملي كنجبدهم. هنايا خديت هاد الزا ايديال ديال الحلوه، ديال الفاني وديال الخميره ديال الحلوه. وهنايا خديت هاد الفرماج ديال الفطور البنات، وخديت هاد الفرماج هذا ديال الساندويتشات. حتى هو تسالى ليا، ما بقاش عندي الفرماج خديته على حساب هذا الشهر هذا. راكم عارفين دابا في الصيف كنحتاجوا هذا الفرماج وهذا الشيء هذا، لان كنديروا بزاف هاد الساندويتشات ديال الدار خفافين، كيتحتاج مهم بزاف الفرماج في هذا في الصيف. المهم هنايا البنات خديت هاد الزبده ليليا، خديت الكبيره، وخديت واحد الزبده اللذه، خديت جوج ديال الملحه، وواحد العلبه ديال طون ديال الزيت. كناخذها البنات على حساب البيتزا ولا على حساب الشلاضه، ولا لان باقي ليا واحد العلبه اخرى ديال الطون ديال الزيت كناخذ البنات داك لوكوس. وهذا النهار ما لقيتش داك لوكوس، داكشي علاش خديت غير هذا ديال الزيت. المهم غادي نجربو. خديت حتى الحليب، راكم عارفين البنات الحليب ضروري وكناخذو كل شهر ضروري، يعني كناخذ هذا الحليب هذا، لان ملي كنبقى ناخذ غير هذاك ديال الحانوت دغيا كيضيع، وهذا يعني ما كيضيعش البنات كيبقى. وخديت هذا الفرماج، هذه العلبه ديال الفرماج غادي نجربها البنات، زوينه الصراحه، خديتها ب7 دراهم، عجبتني. المهم غادي نجربها ونشوف الا كان زوين نبقى ناخذ غير هذا، ما نبقاش ناخذ هذاك ديال الحبات. وهنايا خديت هذا الكيتشوب هذا، وخديت البنات الخل، وخديت هاد التيد هذا. هاد التيد هذا البنات كنحتاجو على حسب السياق، ولا الصراحه كينفعني وزويون على حسب السياق او الحمام اعزكم الله. المهم بزاف ديال الحويجات كنحتاج فيهم هاد التيد هذا، باش قلت لكم اختكم اللي ضربه على التيد وجافيل. وخديت هاد الاكياس هادو البلاستيكيه البنات ديال لابوبيل. خديت هاد صاني كروه صافي. وخديت اللوبيا والعدس البنات، راكم عارفين هادوك من الضروريات، اللوبيا والعدس. وخديت الكاكاو. هادشي اللي كاين. الغزالات ديالي هي التقديه ديالي ديال الشهر. بالنسبه للزيت راه باقي ليا، والحويجات الاخرين اللي راكم عارفينهم كيكونوا في التقديه ديال الشهر راهم باقيين لي. داكشي علاش كناخذ غير اللي محتاجه، واللي يعني خاصني هاد الشهر هذا وصافي. المهم غادي نرد هذا التيد هذا، كنديروا البنات في هذه العلبه هذه، خديتها ب5 دراهم، وكندير فيها التيد. كنقول لكم البنات كنحتاجو يعني بزاف على حساب على حساب يعني هذا السياق او الجفاف ولا. المهم بزاف ديال الحوايج كنحتاج فيهم هذا التيد هذا. وفي واحد الريحه زوينه كناخذوه ب5 دراهم البنات، فيه الريحه غزاله. ودابا غادي نرد البنات هاد التقديه هادي كل حاجه بلاصتها، وغادي ننظم كل حاجه بلاصتها. راكم عارفين يعني النهار ديال التقديه كيكون شي شويه ديال التماره، فيه شويه التماره، يعني كل حاجه كيخصك ديرها في بلاصتها. رد هادي لبلاصتها، هادي لهنايا، هادي هنا، يعني كيكون شويه ديال التماره، والراس كيدوخ شويه. راكم عارفين الغزالات ديالي. المهم بديت بهاد القطاني هما الاولى البنات، غادي نردهم لهاد السطوله هادو، وعاد غادي نكمل على التقديه الاخرى. من بعد الغزالات ديالي ما رتبت التقديه ديالي وكل حاجه نظمتها في المكان ديالها. دابا دزت هنايا باش غادي نغسل هاد الدجاج. راكم عارفين التقديه كيكون فيها البنات حتى الدجاج. هنايا جبت غير الدجاجه البنات وحده، لان باقي ليا الدجاج في هذا في المجمد، باقي ليا جوج دجاجات في المجمد، داكشي علاش جبت غير وحده. وغادي نقردها هذه البنات، راكم عارفين على حساب المرقه، ولا ملي كنبغيو يعني نديروها في المرقه، ولا نديروها يعني في الفران، ولا ضروري خصها تكون يعني طروفه مقطعه طروفه. وصافي هادشي اللي كاين. الغزالات ديالي بالنسبه للغزاله ديال الدجاج راكم عارفين كل وحده راه كتعرف يعني كيفاش تغسل الدجاج. المهم بالنسبه لي انا كندير له الملحه والخل باش كنغسلو، كتحيد منه حتى داك الزفوره اللي كتكون فيه بالملحه والخل. اولا الحامض، ملي كيكون عندي الحامض كندير الحامض، ومني ما كيكونش عندي متوفر كندير غير الخل مع الملحه. وصافي الغزالات ديالي هادشي اللي كاين. راكم عارفين النهار ديال التقديه كما كنقول لكم راه فيه شويه ديال التماره وفيه الروينه. راكم عارفين الغزالات ديالي داك الخرجه اللي خرج هي كتخرج مني دابا. وقولوا لي البنات بالصحه الحنه، الصراحه شحال هذه ما درت الحنه في يديا، وهذا وجات واحد الفرصه ودرت فيها الحنه. كنت حاضره لواحد الخطوبه، وداك الشيء علاش حنيت يديا وحنيت حتى الغفره.
وإلا عجبكم البنات هذا النقش هذا نخلي لكم النمره ديال هاد السيده هذه اللي كتنقش ليا جارتي وساكنه معايا في نفس الدار. بالنسبه للبنات تازه يعني اللي بغاو ينقشوا او اللي عندهم شي مناسبه ولا، والله يسهل على الجميع يا ربي. اللي مازال يعني مازال ماده يديها الحنه وكتسنى، الله يسهل عليها في هذا النهار هذا والله يفرح قلبها يا ربي. والمهم الغزالات ديالي كما قلت لكم تواصلوا معايا في الانستغرام ديالي اللي غادي تلقاوه في صندوق الوصف، ونعطيكم يعني فين تواصلوا مع هاد السيده هذه. المهم الغزالات ديالي هنايا غادي نكمل هاد الدجاج هذا كما قلت لكم كنقطعو، يعني ضروري كنقرد هاد الدجاج وكنغسلوه البنات 3 د المرات. راكم عارفين الدجاج كيكون فيه شي شويه ديال الزفوره، داكشي علاش كنغسلو ونعاود ونغسل ونعاود. راكم عارفين يعني باش كتحيد منه البنات داك الزفوره. هنا البنات من بعد ما ساليت هاد الدجاج هذا وغسلته، دابا غادي نغسل هاد البانيوات هادو اللي استعملت فيهم، يعني اللي غسلت فيهم الدجاج. غادي نغسلهم بالتيد وجافيل باش كتحيد منهم داك الزفوره، باش ما تبقاش البنات هاد الزفوره هذه هنايا في هذا في البوطاجي وفي لافابو. يعني تحيد هاد الزفوره هذه ديال الدجاج. كتبقى البنات واحد الريحه ما نقولش لكم، راكم كتعرفوها، يعني الريحه ديال الدجاج راكم كتعرفوا داك الريحه مجهده بزاف. ضروري خاص جافيل هو اللي كيقضي عليها. وما بقات لا حنه دابا لا والو، يعني مع جافيل صافي كتمشي الحنه ويمشي كل شيء، ما كتبقى حتى شي حاجه. والله يخلف الله يجعل البركه. المهم فرحنا بها واحد النهار بركات. المهم كنت موحشه شحال هادي البنات، يعني ما درتها تقريبا يعني شي 3 سنين هادي منين درتها، منين ولدت غفران. من تما ما وليتش يعني درت الحنه في يدي، ما وليتش درتها كاع. وراكم عارفين يعني كتشهاوها ملي كتشوفوها دايره شي وحده ولا هذا كتشهاو، يعني الحنه ضروري كتبغيو ديروها في اليديدات ديالكم. كتجي الصراحه زوينه هي. المهم الغزالات ديالي كما قلت لكم غادي نغسل هاد لافابو حتى هو بالتيد وجافيل. ودابا غادي نوجد معكم الغزالات ديالي واحد البريوش اللي كيجي غزال رائع. غادي نوجدو على حساب الصباح ان شاء الله يا ربي الفطور. ما غادي تصبح ليا حتى شي حاجه. وقلت قبل ما نمشي نعس دابا غادي ندير بعدا هاد البريوش هذا نطيبو ونقادو ونصايبو وعاد نمشي ان شاء الله نعس. المهم الغزالات ديالي بالنسبه للمقادير ديالو غادي نحتاج فيه هنايا 2 معالق ديال الحليب بودره، وعندي نص كاس ديال السكر سنيده، و4 كاس ديال الزيت، وبيضه وحده، وواحد ساشي ديال الفاني، والخماره حبيبات معلقه وحده ديال الخماره حبيبات او الخماره المعجونه. صافي. والدقيقه البنات غادي نعبر معكم شحال ديال الدقيق بالنسبه للطريقه ديال التحضير. المهم درت هنايا البنات نص كاس ديال السكر سنيده، والسكر سنيده كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. ودرت هنايا بيض ديال البيض، و4 كاس ديال الزيت، وساشي ديال الفاني. وغادي ندوب دابا الخميره، يعني معلقه ديال الخميره حبيبات. غادي ندير معلقه ممسوحه ديال الخميره، واحد القبيصه ديال الملح البنات. بالنسبه للخميره غادي ندوبها بالماء دافي، وغادي نخليها شويه على ما تتفاعل. ودابا غادي ندوز نخلط هاد العناصر هادو اللي درت معكم البنات، هاد المقادير هادو اللي درت هنايا في هاد الاناء هذا. غادي نخلطو غير بالمعلقه. وغادي نزيد الخميره اللي دوبتها في الماء دافي. بالنسبه للماء ما تسخنوش البنات، غير دفيوه شويه باش هكا الخميره تفاعل لكم. صافي. وغادي نخلط مزيان وغادي نزيد الماء. بالنسبه للماء البنات غادي ندير كاس ديال الماء، وغادي نخلط. وعاد غادي ندير الدقيق البنات غادي ندير على حسب الخليط. المهم تدريجيا. المهم غادي نقول لكم البنات شحال ديال الدقيق. هنايا درت كاس ديال الدقيق هو الاول بعدا. وغادي نخلط مزيان. كنخلط غير بالمعلقه. عاد غادي نجمع البنات بيديا. راكم عارفين يعني ضروري من اليدين نخدموا، ضروري اليدين. غادي نزيد الكاس الثاني.
ونزيد الكاس الثالث، 3 ديال الكيسان. وغادي نخلط دابا، وعاد غادي نشوف البنات، غادي نخلط بيديا باش نشوف القوام ديال العجينه، وعاد غادي نشوف واش غادي نزيد الدقيق. ضروري خاصها شويه ديال الدقيق لان العجينه باقيه مرخوفه. غادي نخلط بعدا مزيان البنات هاد الدقيق هذا، 3 ديال الكيسان اللي ضفت ديال الدقيق، وعاد غادي نزيد الدقيق. هنايا غادي نزيد البنات كاس خور، ها 4 ديال الكيسان، 400 غرام بالنسبه للبنات اللي كيعبروا بالغرام. المهم 400 غرام ديال الدقيق. وبالنسبه للكاس اللي تعبروا بها البنات، الكاس ديال الاتاي اللي كتشربوا فيه الشاي، المهم العبار بالكاس ديال العنبه، اللي عندها الكاس ديال العنبه تعبر به. غادي نزيد دابا نص ديال كاس ديال الدقيق، المهم 4 ديال الكيسان ونص. وغادي نشوف واش باقي خاصها العجينه ولا لا. صافي البنات، المهم بالنسبه للعجينه دخلت لي فيها 4 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. وزدت هنايا واحد المعلقه ديال الزبده، غادي ندخلها في العجينه. بالنسبه للزبده البنات تكون بالحراره ديال المطبخ. وبالنسبه للزبده درت غير الزبده ديال العلاب ديال البواطه، الزبده اللي جبت المهم من في التقضيه ديالي، راني وريتها لكم اللي كنستعمل انا. صافي وغادي نضرب مزيان هاد العجينه واحد شويه على هاد الشكل هذا وصافي. المهم من بعد ما تجمعات ليا البنات العجينه، درت واحد الاناء اخر ودرت فيه الزيت، دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي نحط فيه هاد العجينه هذه وغادي نخليها حتى تخمر. بالنسبه للبنات العجينه كما قلت لكم خليوها البنات خفيفه شويه. القوام ديالها راكم شفتوه يعني في الفيديو، يعني راه كيبان القوام ديال العجينه خاصو يكون شويه مرخوف شويه باش يجيكم هاد البريوش خفيف ويجيكم هذا مقطن من الداخل. صافي غادي نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما تضاعف الحجم ديال هاد العجينه ديال البنات، غادي نخوي منها هاد الهواء هذا اللي فيها. صافي وغادي نقطع كويرات بحال الكويرات ديال المسمن. المهم الكويرات ديال البريوش راكم عارفينه البنات، بحال بحال الكويرات ديال المسمن كما قلت لكم. صافي المهم على هذا الشكل هذا. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. هنايا البنات من بعد ما قطعت الكويرات ديال البريوش، خديت هنايا الشكلاط ديال الدهن. وبالنسبه لهذا المول اللي غادي ندير فيه، غادي ندير في هذا المول هذا البنات اللي مثقوب من الوسط، دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. وغادي ندير دابا هاد الكويرات هادو البنات، غادي نبسطهم شويه، غادي نقرص عليهم شويه بيديا، وندير فيهم الشكلاط في الوسط، ونجمعهم على شكل كميمسه على هذا الشكل هذا. المهم البنات بالنسبه لهاد العجينه هذه راه ما لصقات ليا لا في يدي لا والو، لان فيها الزيت. نتوما الا شفتوا العجينه انها كتلصق لكم في يدكم، ديروا شويه ديال الدقيق اولا ديروا الزيت. بالنسبه لي انا درت الدقيق، ولكن شفت العجينه ما كتلصقش ليا في يدي، صافي خدمت بها غير على هذا الشكل هذا، يعني لان فيها شويه ديال الزيت البنات، داكشي علاش ما لصقاتش ليا في يديا. صافي المهم كندير ليها واحد شويه ديال الشكلاط، المهم واحد نص معلقه ديال الشكلاط صغيره. صافي وكنجمعهم البنات على هذا الشكل هذا بحال شكل كميمسات، وكنحطهم في هذا في المول وحده 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 في هذا المول هذا اللي مثقوب من الوسط. وإلا بغيتوا نتوما ديروا في شي مول اللي كيعجبكم، المهم ديروا على حسب الاختيار ديالكم. صافي البنات من بعد ما ساليتهم على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ هذا الصفر هذا ديال البيض اللي حيدت من داك البيضه اللي استعملتها في العجينه، حيدت منها الصفر كما قلت لكم. وغادي ندير له واحد شويه ديال الخل، وغادي ندهن بها البنات هاد البريوش هذا من الفوق. صافي على هذا الشكل هذا. ودابا الفران البنات شعلته وخليته كيسخن واحد شويه، باش غادي ندخل البريوش ديالي في الفران. وغادي نقص الفران، غادي نقص العافيه تكون مهيله بزاف، باش هكا يطيب لينا البريوش حتى من الداخل ويجينا زويون ويجينا خفيف. هنايا البنات كاختيار، المهم كيبقى لكم الاختيار. هنايا درت واحد شويه ديال اللوز ايفيليم، هذا الوجه ديال هذا البريوش هذا. كيبقى لكم تزيين على حسب الاختيار ديالكم، بامكانكم انكم ديروا داك الشوكولاط حبيبات، اولا ديروا
ديروا الزنجلان الابيض اولا الزنجلان العادي، المهم على حسب الاختيار ديالكم. من بعد الغزلات ديالي ما طيبت البريوش، المهم كيجي رائع. دابا غادي نقلبوه البنات في هاد الرمايه هذه ديال الخبز، وغادي نولي نقلبها في الطبسيل ديال التقديم. المهم وغادي ندهن البنات الوجه ديالها هكا بشويه ديال الناباج على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطيابه البنات ديال البريوش راني قلت لكم يعني كنقص له العافيه مهيله، ملي كيتحمر يعني هذا من التحت كنهبطوها كيتحمر شويه من الوجه ديالو غير شويه وصافي. المهم كما قلت لكم البنات غادي ندهن له دابا واحد شويه ديال الناباج من الفوق، وغادي نرش عليه شويه ديال السكر كلاصي. التزيين كيبقى لكم على حسب البنات الاختيار ديالكم وانتم شنو كتفضلوا يعني باش تزينوا. صافي على هذا الشكل هذا البنات. المهم هذا هو البريوش ديالي اللي حضرت معكم. كيجي غزال وكيجي خفيف البنات بحال القطن. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم كيف جاكم البريوش. صراحه البنات والله الا غزال هذا البريوش هذا، وعندي معتمد يعني دائما كندير هذه العجينه هذه ديال البريوش. كندير هذا البريوش هذا كيجي غزال. بالنسبه للمدرسه دابا غادي تحتاجوا بزاف البنات على حسب الوليدات ان شاء الله ملي يدخلوا للمدرسه غتحتاجوا بزاف بحال هذا البريوش هذا. راه كيحماقوا عليه الوليدات اكثريه حيت فيه الشكلاط، وراكم عارفين الحاجه اللي فيها الشكلاط دائما كيبغيوها الوليدات. المهم الغزالات ديالي هذا هو الاقتراح اللي وجدت معكم هذه العشيه هذه، غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله وغادي نفطر به. وكنتمنى الغزالات ديالي تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا في هذا الفيديو هذا. كنشارك معكم اليوميات ديالي بالبساطه ديالها الغزالات ديالي. كنتمنى تخليو لي واحد اللايك ديالكم وتشجعوني هكا باش نستمر معكم على المزيد الغزالات ديالي، وبارطاجيو القناه الا شفتوها انها كتستحق بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم في الانستغرام والفيسبوك والواتساب. كنتمنى الغزالات ديالي تشجعوني ولا يخطيكم عليا. المهم هانتوما كتشوفوا البنات كيجي مهوي وكيجي بحال القطن كما كتشوفوا، يعني كيجي رطب رطب بزاف هذا البريوش هذا. غادي نفتح معكم واحد الوحيده هكا من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي هذه العجينه ديال البريوش من الداخل. كتجي مقطنه وكتجي مهويه البنات. نتمنى انكم تجربوها وراه ما غتندموش على هذا البريوش هذا الا جربتوه. اقتصادي ودغيا كيوجد، يعني ساهل دغيا كيوجد. انا وجدته حتى لاخر لحظه، يعني حتى بغيت نمشي ننعس عاد وجدت هذا البريوش هذا. المهم الغزالات ديالي نتمنى تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا وتهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله الا بقى العمر. السلام عليكم.